مش كل ادوات الذكاء الاصطناعي هتخليك محترف في مجالك. في ادوات ممكن تزود دخلك 10 اضعاف، وفي ادوات تانية ممكن تضيع وقتك ويمكن فلوس كمان. من ساعة انطلاق شات جي بي تي في 2022 والذكاء الاصطناعي انتشر بشكل رهيب، حصل تنافس كبير جدا ما بين الشركات على ادوات الاي اي، وده خلانا النهارده في دوامة كبيرة جدا من كتر ادوات الذكاء الاصطناعي والزحمة اللي موجودة فيه. فانا دور النهارده افك الزحمة دي وابقى امين الشرطة اللي هينظم لك الطريق. اهلا بيكم، يا هلا والله. بقالنا سنة ونص منقطعين عن المحتوى، معلش اسفين جدا. ان شاء الله هنرجع اقوى من الاول باذن الله. النهارده هرتب لحضرتك اشهر ادوات الذكاء الاصطناعي من حيث الفلوس والقيمه الحقيقيه اللي هتاخدها في 2026، من احسن اداه لحد ادوات ملهاش اي لازمه. احنا معانا حوالي 20 او 21 اداه تمام متجمعين في فيديو واحد عشان يبقى مرجع ليك في اي وقت لو حبيت ان انت نسيت اداه ولا حاجه ترجع للفيديو دوت في اي وقت انت تحب. انا هقسمهم 5 مستويات متجمعين في كلمه الماني عشان تفتكرني بيها. حرف الاي هتبقى ادوات لا غنى عنها، وحرف ال هتبقى ادوات قويه ومهمه لكل الناس، وحرف الام هتبقى مفيده بس لفئه معينه مش لكل الناس، وحرف الان ممكن تنفع نادرا، وحرف الاي هتبقى ادوات نبعد عنها. اول اداه معانا هي ميدجورني. الاداه دي هي من ضمن اوائل ادوات الذكاء الاصطناعي اللي الناس عرفتها. الاداه دي بتعمل صور وتصميمات وافكار بصريه، وتقدر بالفعل تكسب منها في تصميم اللوجوهات، في تصميم بوستات السوشيال ميديا، كمان في محتوى المواقع. لما تيجي تبني اي موقع فتقدر تستفيد منها في بناء محتوى الموقع، تستخدم منها صور او هكذا. بس في مشكلة بسيطة، ان المنافسة بقت مرعبة جدا وممكن اي حد يعمل صورة حلوة. يعني في المجمل كده الاداة نفسها قوية بس هي مش ميزة تنافسية قوية لوحدها. علشان كده انا شايفها في الفئة ام لانها هتبقى مفيدة لنا كتير جدا. يعني الاداة التانية اللي معانا وهي رانواي ام ال. حرفيا الاداة دي بتلعب في حتة مرعبة جدا. يعني اللي عرفني عليها هو زميل ليا، واعرف ناس عملوا مبالغ ضخمة بالاداة دي حرفيا. يعني عشان اكون صادق معاكم، اداة فعلا خرافيه. الاداه دي بتعمل فيديوهات اي اي ومنتج احترافي جدا للفيديوهات ديت، وبتعمل مشاهد سينمائيه جميله جدا. ممكن تستخدمها في الاعلانات مثلا، في شرح منتج معين، او تستخدمها في محتوى السوشيال ميديا. ايا كان المحتوى اللي انت بتعمله فالاداه دي هتساعدك جدا. يعني بس خليني صريح معاك، الاداه دي مش سهله لاي حد، يعني محتاجه تدريب منك كويس، وممكن واجهه المستخدم يعني او واجهه الموقع تضايق بعض الناس، ولكن القيمه اللي هتاخدها من الاداه دي حرفيا في الجو. فانا هحط الاداه دي برضو في الفئه ام، لان مش كل بيزنس بيحتاج فيديوهات اي اي تمام. بس لو الطلب شغل زي ده فالاداه دي يعني انت لا غنى عنها. يعني فهي مفيدة جدا لفئة معينة من الناس. الأداة الثالثة اللي معانا وهي 11 لابس. دي أداة من أقوى أدوات الأصوات في العالم. الأداة دي بتعمل أصوات واقعية جدا وفويس أوفر وكمان دبلجة. فالأداة دي بناء على تجربتي الشخصية فهي كنز حرفيا، فلذلك هحطها في الفئة. الأداة الرابعة وهي هايجين. الأداة دي بتخليك تعمل فيديو من غير ما تظهر، يعني زي شخصية كده بتتكلم بدل الإنسان. بنستخدمها في فيديوهات التدريب، في مثلا نشرح خدمة معينة، أحيانا ممكن نستخدمها في التسويق. هي حلوة بس مش مناسبة لكل أنواع المحتوى، ملهاش روح إنسانية قوية جدا. يعني أعتقد أنت شفت نوعيات من الفيديوهات دي كتير جدا، فلذلك هصنفها في الفئة ام. الاداه الخامسه وهي جاما دوت اب. دي واحده من اقوى الادوات اللي ناس كتير جدا مش واخده بالها منها. بتعمل ايه الاداه دي؟ بتعمل برزنتيشنز وتقارير وبروبوزال، يعني حاجه كده اكنك معاك مصمم وكاتب ومنسق في نفس الوقت. يعني حاجه عظيمه جدا. يعني اي بزنس في الدنيا محتاج شكله يبقى حلو، محتاج يقنعك عشان تشترك معاه، وبالتالي الرؤس بتاعت العميل تزيد، فبالتالي البيزنس ينجح. فالاداه دي هتبقى مهمه جدا ليه، وكمان ان هي سهله وسريعه وعمليه. فبدون نقاش انا هصنفها في الفئه A لانها اعتقد مهمه في اي بيزنس في الدنيا. الاداه السادسه اللي معانا وهي زابير. الاداه دي حرفيا جميله جدا بعد تجربتي ليها. يعني هي حرفيا عامله زي نظام اتمته كده، بيربط الايميلات، المواقع، سيستمات، مثلا عملاء معينين. يعني بيخلي كل حاجه كده تشتغل لوحدها. الاتمته دي في وكالات تقريبا شغلها الشاغل على الاتمته دي، وبتكسب الاف الدولارات بسبب الاتمته او الاوتوميشن. في شغل كتير جدا انا بشوفه عاد بيطلب كتير جدا بخصوص الاوتوميشن. فانت لو اتعلمت اوتوميشن حرفيا يعني هتبقى محترف جدا في مجالك. لذلك هصنف الاداه ديت في الفئه A.
الاداه السابعه اللي معانا والماكره واللي بدا كل دوت وهو شات جي بي تي. ما اظنش ان مفيش حد عارف، يعني اعتقد كل الناس عارفاه، فمش محتاج اشرحه لان هو اصلا شارح نفسه يعني. ولو انت مش عارفه فانت حرفيا بره اللعبه. فلو هنتكلم بالمنطق كده يعني ممكن احطه في انهي فئه؟ يعني انا بناء على تجربتي الشخصيه ليه فانا هحطه في الفئه ايه، لان انا حرفيا يومي كله معتمد عليه، يعني ما فيش يوم بيعدي الا لما استخدمه. الاداه الثامنه اللي معانا وهي كلود. هو زي فكره شات جي بي تي بالظبط كده، بس هو مش بديل ليه. يعني هو مميز في الكتابه والتحليل، بيفهم السياق بشكل اعمق، يعني ممكن نقول كده تكمله لتشات جي بي تي. لذلك هحطه في نفس الفئه اللي تشات جي بي تي اتحط فيها وهي ايه. الاداه التاسعه اللي معانا وهي ليوناردو دوت اي اي. دي اداه رائعه جدا جدا، يعني انا لما استخدمتها كنت مشترك في الخطه المجانيه، عملت منها كذا صوره احترافيه، يعني هتلاقي الصور دي في الاكونت عندي. الاداه دي هتبقى ممتازه جدا لكل المصممين، وكمان واجهه المستخدم او واجهه الاداه اللي هو واجهه الموقع سهله وبسيطه، يعني مش محتاجه شرح على يوتيوب. يعني انت بس لو سجلت في الموقع هتلاقي كل حاجه بسيطه وسهله يعني، تمام. فلذلك يعني انا من رايي ان انا هصنفها في الفئه، يعني مش عارف بس اعتقد هتبقى في الفئه ام. الاداه العاشره اللي معانا وهي جام لوب. الاداه دي تعتبر كده زي منافس لاداه زابير اللي اتكلمنا عنها. تجربه المستخدم بتاعتها ممتازه جدا، بس اعتقد يعني لو هتستخدم زابير فاعتقد هتبقى مش ضروريه ليك، بس قلت ان انا اعرض لك الاثنين وتختار اللي يناسبك. لذلك انا هصنفها في الفئه ال عشان هي ضروريه جدا يعني. الاداه ال11 اللي معانا واعتقد انت سمعت عنها قبل كده وهي ال N8N. الاداه دي مش اداه عاديه، هي اداه اتمته متقدمه جدا، بس معموله اكتر للمبرمجين والناس التقيله في شويه في التكنيك. معناها ان انت تقدر تربط انظمه او برامج او تطبيقات ببعض وتتحكم في كل خطوه بالتفصيل الممل. اعتقد في ناس كتير سمعت عنها الفتره اللي فاتت، بس نوعا ما في ناس ممكن مش تكون عارفه الاداه ديت او ايه هو الاتمته عموما. فانا هشرح لك الاداه ديت او الاتمته بشكل عام كأنك طفل بتتفرج قدامي. هديك مثالين، لو ما فهمتش الاولاني اكيد هتفهم التاني، لان انا بخاطب ادنى مستوى التفكير، يعني ان شاء الله هتفهم منها ايه هو الاتمته عموما وايه هي ادوات الاتمته. مثلا وليكن حد بعت لك رساله على صفحه الفيسبوك ومبعوث فيها اسمه ورقم تليفونه والداتا بتاعته او البيانات الشخصيه بتاعه العميل دوت. فانت بقى بتخش بتقرا الرساله، بعد كده بتسجلها في ملف، وبعد كده بتحفظها عندك، وبعد كده بتبدا تراسل الشخص دوت. هنا بقى بيجي دور الاتمته. ال N8N بتعمل ايه؟ هي بتشوف الرساله، بتنسخ الاسم، بتحطه في ملف، وبتبعت رد تلقائي، وبتبعت لي اشعار وانت قاعد بتشرب شاي. يعني انت لا شفت رساله ولا اي حاجه خالص، تمام. كل اللي عملته هي عملت كل حاجه بنفسها من غير اي تدخل منك. زابير بيعمل نفس الخطوات دي بالظبط كده، بس ال N8N هي متخصصه اكتر وصعبه التعلم عن زابير، لان زابير سهل، لكن ال N8N محتاجه تتعلمها في البدايه عشان تتقنها. وعلى فكره كل الشات بوتس اللي موجوده لما بتيجي تتكلم خدمه العملاء سواء في شركات كبيره او بنوك، نفس النظام. الشات بوتس دي كلها معتمده على نظام الاتمته او مربوطه بنظام زي زابير او ايا كان الاداه اللي الشات بوتس مربوطه بيها. مثال تاني عشان لو ما فهمتش المثال الاولاني، لو بابا قال لك كل ما الجرس يرن افتح الباب وشوف مين، ولو عمك قول له ادخل، ولو مش عمك قول له مش فاضيين. نفس فكره N8N بالظبط، هو عباره عن قرار او شرط قرار تنفيذ. بديله شرط، لو الشرط ده اتحقق فنفذ امر معين، لو ما اتحققش نفذ الامر التاني، وهكذا. كل ديت اوامر او حاجات بربطها ببعض بحيث انها تشتغل لوحديها من غير اي تدخل مني. ده الاتمته، ودي ادوات الاتمته عامه. شكل اداه ال N8N هي عباره عن مربعات، كل مربع بيعمل مهمه معينه، واحنا بنربط المربعات دي بسهم، تمام. اكنك بتعمل لعبه تركيب كده او بتلعب بالمكعبات. اعتقد انا فصلت النقطه دي بالتفصيل الممل. فلو هنصنف ال N8N هتبقى في التصنيف او في الفئه ال. الاداه ال12 اللي معانا وهي يور اتلس. الاداه دي هي مختلفه شويه، اعتقد ممكن يكون مش سمعت عنها او مفيش حد شرحها قبل كده، بس انا هشرحها عشان هتبقى مستقبلها بعد كده. الاداه دي بكل بساطه بتشتغل في الصوت والمكالمات، يعني AI بيرد على المكالمات، بيعمل كواليفاينج مثلا للعملاء، هل العميل ده مثلا كواليفايد ولا لا، هل هو كونفيرتد يعني ممكن يقفل مبيعات من خلال المكالمه. فالاداه دي بتتحط في خدمه العملاء، في المتابعه مع العميل، في متابعه الليدز باستمرار. فاعتقد هتبقى خطيره جدا وممكن يبان اثرها في المستقبل. وللتوضيح اكتر عشان لو في مصطلحات انت مش فاهمها،
عنها، هو بكل بساطة هي أداة ذكاء اصطناعي بترد على المكالمات. العميل لما بيتكلم فبتاخد منه داتا، الداتا دي بتسجلها في داتا معينة وتبعتها للإدارة كأنه موظف كول سنتر، بس هو AI شغال 24 ساعة من غير تعب ومن غير مرتبات. مثال بسيط، عيادة الدكتور، انت بتتصل: السلام عليكم انا عايز احجز كشف. هو يرد رد تلقائي: تحب الميعاد يكون امتى؟ طب صباحي ولا مسائي؟ طب اسم حضرتك ايه؟ طب رقم تليفونك ايه؟ فبعد ما تقفل البيانات دي بتتسجل في سيستم، فالدكتور يعرف، فالسكرتيرة تكلمك. لذلك الأداة دي أنا هصنفها في الفئة إيه، لأنها تبقى خطيرة ومهمة جدا في المستقبل. الأداة رقم 13 وهي Fixer.ai. الأداة دي شغلتها الأساسية هي تنظيم الإيميل بتاع حضرتك، يعني تصنف الإيميلات، ترد رد تلقائي، مثلا ترتب الإنبوكس بتاعك لو الإنبوكس بتاعك مجنون وفي يعني إيميلات كتيرة جدا بس صعب إن أنت تكسب منها فلوس، يعني مفيش حد هيدفع لك فلوس عشان تظبط له الإيميل بتاعه، يعني منطقي جدا. هي مش هتنفع لكل الناس، بس ممكن تنفع لفئة معينة زي السي اوز والفاوندرز، يعني الناس اللي هي مش عندها وقت حتى تبص او تقرا ايميل يعني. تمام، فلذلك انا هصنفها في الفئه ان. الاداه رقم 14 وهي لكل محبي نوشن، وهي نوشن AI. دي اضافه ذكيه جدا جوه نوشن، بتلخص وبتكتب وبتنظم كل حاجه، بتساعدك في التخطيط عامه، وحلاوتها انها يعني اداه متكامله جوه نوشن وسهله ومريحه يعني. تمام، فتصنيفي ليها يعني ممكن نقول ان. الأداة رقم 15 وهي BodyPro.ai. دي أداة عبقرية بمعنى الكلمة، معمولة أكتر للشركات. فكرتها ببساطة شديدة إنها بتعمل لك AI برين للشركة بتاعتك، أو بتعمل عقل بيشتغل بالذكاء الاصطناعي للشركة بتاعتك، يعني بيكون متدرب على بياناتك كلها، فاهم في كل تفصيلة في الشركة اللي عندك، فبالتالي هيقدر يرد على العملاء، هيجاوب على الموظفين لو في عندهم معلومة ناقصة، او موظف جديد لسه متعين في الشركة فهيقدر يساعده في النقطة ديت. بتنفع جدا في الاسئلة اللي بتتكرر كتير، بتنفع في السبورت وفي الاوبريشن. تصنيفي ليها يبقى لانها هتبقى مفيدة جدا. الاداة رقم 16 وهي Perplexity. اداة جميلة جدا، جميع بعشقها عيش. ده يعتبر زي سيرش انجن او محرك بحث كده زي جوجل كده وفايرفوكس. شكله ممكن يبان لك عامل زي ChatGPT بالظبط كده، ولكن هو بالفعل اتبنى عشان يبقى محرك بحث. المحرك ده فيه اوتوميشن، والبحث بتاعه عميق بشكل رهيب جدا. لو انت بتدور على حاجه اكاديميه جدا، حاجه علميه جدا، مثلا نظام غذائي مثلا انت عايز تتبعه، او ادويه معينه، او مثلا بتبحث، او في البيزنس عامه، كل حاجه دقيقه جدا لابعد الحدود، وكل حاجه يجيب لك المصدر بتاعها اللي هو جاب منها. يعني انا لما جربتها حرفيا كنت منبهر. تقدر ترفع له ملفات وتقول له اشرح لي اللي جوه الملفات دي، وهو هيشرح الملفات دي من غير ما يخرج. المحرك ده فعلا هيكون مناسب جدا ليك لو انت بتفكر تعمل بيزنس جديد او براند جديد، او حتى عندك بيزنس، فيعتبر مهم جدا، لان هو فعلا خرافي عن ChatGPT في النقطه بتاعت الاكاديميه والبحث الدقيق بتاعه. تصنيفي ليها ممكن يكون يعني ما انا محتار ما بين الام والان، بس ممكن نقول ام. الاداه رقم 17 وهي جيميناي. يعني اكيد ناس كتير عارفاها، هو زي فكره ChatGPT بالظبط كده، بس هو انتاج جوجل. تمام، انا بستخدمه لما بعطل في ChatGPT. تصنيفي للاداه دي هيبقى ال. الاداه رقم 18 وهي اداه كروك. دي اداه ذكاء اصطناعي تابعه لإيلون ماسك، مرتبطه بمنصه اكس، يعني بيفهم، بيحلل، بيبحث، بيوصل لمعلومات دقيقه جدا زي ChatGPT بالظبط كده. الفرق ما بين الاثنين، او الفرق ما بين ChatGPT وجروك، ان ChatGPT ممكن نعتبره ان هو مدرس شاطر فاهم في كل حاجه، لكن جروك ممكن نقول عليه صحفي، محلل، باحث، يعني بيجيب لك معلومات دقيقه جدا وبينتج لك صور وبيعمل لك كل حاجه، فهو ممكن يكون مفيد اكتر جدا في السياسه والاقتصاد. الاداه دي ايلون ماسك بيصرف عليها فلوس مش طبيعيه، فلذلك هو خطير جدا بسبب دقته العاليه، والبحث العميق بتاعه كمان ان هو بيتحسن بسرعه جنونيه. فلذلك لو هصنف الاداه دي طبعا بكل تأكيد تبقى الفئة ايه. الأداة رقم 19 وهي نوتبوك LM. دي أداة متخصصة أكتر في فهم الملفات، في فهم المحتوى، يعني مش مجرد شات. الأداة دي هي مهمة جدا لكل محبي ليالي الامتحان، الناس اللي بتستكشف المادة قبل الامتحان بيوم. تقدر تبعت المادة للأداة ديت أو نوتبوك LM، هو هيلخص لك المادة
بكل جزئيه فيها، مش هيطرح لك، مش هيسيب اي نقطه مش مهمه فيها، وهيلخصها لك بشكل بسيط، وهيديك مثال على كل جزئيه عشان تطبق على الماده. فاعتقد هتسد معاك بشكل كبير جدا في ليالي الامتحان. ممكن تديله PDF، ملفات، ابحاث، لينكات، اي حاجه هو بيفهمها ويلخص لك الدنيا كلها باسلوب بسيط، بالاسلوب اللي انت عايزه، ومش بيخرج بره الملفات ديت، لان هو بيديك المعلومات بناء على الانبوت او الانبوت اللي انت اديته. لو انت عندك فيديو 6 ساعات او 7 ساعات لمدرس وعايز انت تاخد الملخص المفيد منه، بتاخد اللينك بتاعه وتحطه للنوت بوك LM، وهو بيلخص لك اللي اتقال في الفيديو ويشرح لك اللي اتقال في الفيديو بطريقه اللي انت عايزها. ممكن يشرح لك باسلوب حوار ما بين شخصين، ممكن يشرح لك ده في صوره حكايه، ممكن بالاسلوب اللي انت عايزه او بتفهمه هيشرح لك بالتفصيل. تصنيف الأداة دي هيكون M. الأداة رقم 20 وهي لافابل. دي أداة بتخليك تعمل تطبيقات من غير أي برمجة. يعني مثلا لو أنت عندك فكرة عايز تبني منها تطبيق ومش عارف تعمل التطبيق ده عشان انت مش عندك خبرة، فكل اللي عليك ان انت هتديله الفكرة اللي عندك وتكتب له البرومبت المناسب، وهو هيبني لك الاب بتاعك من A to Z. تصنيفي للأداة دي هيكون M او N، يعني على حسب كده، بس عشان احنا قلنا كتير في الام فخليها في الان. واخيرا الابل انتليجنس. ده ذكاء اصطناعي من ابل، موجود في الايفون، في الايباد، في الماك. هو فكرته ان هو يعني بيلخص، بيكتب، بيظبط لك الصور، بس بصراحه من غير تسويق هو ممكن يكون ممل، او ممكن نقول ابل فشلت في الموضوع دوت. فعشان كده تصنيفي للاداه دي هيكون اي، يعني اعتقد الادوات التانية هتبقى اقوى منها بكتير جدا. وبس كده، اتمنى اكون استفدت من الفيديو دوت. دي كل الادوات اللي احنا خرجنا منها وجمعناها ليكم بناء على تجربتي، على تجربه زمايلي، تجربه الشغل اللي انا بشوفه. تمام. ولو في ادوات تانية انا ما شرحتهاش وممكن تبقى شايفها انت مفيده جدا، ممكن انت تشاركها معانا في التعليقات او في اي منصه انت بتشوفنا فيها. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بمعلومه واحده. سلام.